قررت أقضي 24 ساعة بسوريا على أكل المعلبات. أنا عمر ومعروف، معروف بشو؟ آكل، قيم، وجرب كل شي موجود بالعالم. ولا خلينا نروح مع بعض نشتري المعلبات، يلا. بس وصلت على المول لقيت معي كتير خيارات، فقررت جيب خيارين للغداء و3 خيارات للفطور. جبت للفطور متبل باذنجان حمص بالطحينة، بس فول بالخلطة اللبنانية. فرح نجربه، أنا ولا مرة دايقة هي. وهيك بظن هدول بكفوا للفطور. يلا نجيب مع بعض أغراض للغداء. كتير استغربت انه في مسقعة باذنجان معلبات، وهون جبت ورق عناب. هي النوعية حسيتها ظريفة. صارت الساعة 12 وصار لازم اني افطر. مكتوب على العلبة جاهزة للأكل، بس هي ما فيها غير فول، ما بقلبها ولا مكون تاني. صراحة جدا عادية. رجعت على البيت لكمل باقي الأكل. طلع لي اني بلش بالمتبل، كاتبين عليه جاهز، ما بده غير زيت وشوية ليمون. بسم الله. الشكل ما كان بيوحي، بس الطعمة كتير طيبة. 10 من 10، كتير طيبة. ويلا نجرب حمص بالطحينة. أنا انصدمت، كانت ريحته زنخة جدا. ما بعرف إذا سوء تخزين، بس كانت طعمته جدا سيئة لدرجة لازم كمل 24 ساعة لشوف نهاية التحدي. جليت الصحن اللي كنت عم باكل فيها، اشتريت آيس كوفي لأنه لازم اشرب معلبات، وبعدها اشتريت كذا غرض ورحت على النادي. رجعت من النادي مكسر، بس لازم اني كمل التحدي. ورق العنب لآخر شي. خلينا نبلش بمسقعة الباذنجان. منظرها مثل الطبخ، ريحتها مقبولة، بس طعمتها ما كانت منيحة. 3 من 10. ورق العنب كان منظره بشهي. على فكرة بقالي بس 10 متابعين لصير 82 ألف متابع. مين حيتابعني؟ ورق العنب يفوز 11 من 10. عملتوا فولو؟ شكرا.